جدر القرود شو هو؟ Mpox virus and Mpox جدري القرود جد بخوف. فيروس جدري القرود. كيف تم اكتشافه اصلا؟ كيف بينعدم من شخص لشخص؟ والسؤال المهم هو هل جدر القرود مؤامرة اصلا؟ والحقيقة راح تصدمكم. هاي لونج تايم نو سي صح؟ اخوكم بالله سحب عليكم 51 يوم بس ما رجعت لكم ايدي فاضية. خلاص خلينا نبلش الفيديو. شو هو جدر القرود؟ هو حيوان المصدر بسبب فيروس بمسمى جدر القرود. تم اكتشافه لأول مرة بعام 1958 من قرود المختبر. قرود كانت بالمختبر بيجروا أبحاثا عليها واكتشفوا هذا المرض بقرد معين، وطريقة فحص هذا المرض كانت مشابهة لفيروس كورونا ولكن في مصدر المؤخرة. المهم وصلت المعلومة، صفوا النية. مع ذلك العالم نفسه اللي اكتشف هذا المرض مقتنع انه هذا المرض اصله من القوارض. كيف يعني من القوارض؟ اصلا كيف بينتقل المرض من شخص لشخص؟ اتصال مباشر بالسوال او التلامس على المدى القريب او البعيد. يعني مثلا اخر فيديو نزل ابو رب مثلا هو عم ببوس قرد سموحة مان والله بدون قصدي بس الانتقاد الدمي وغير هيك انتقال العدوى من انسان للاخر عن طريق الجهاز التنفسي والمواد الملوثه مثل الفراش والملابس. اللي مصيبة فترة الحجر اللي بينصاب بهذا المرض تتراوح من 5 ايام ل 21 يوم ليشفى من هذا المرض. كيف الواحد ممكن يتشخص فيه لهذا المرض؟ او شو هي الاعراض الاوليه؟ الحمى والقشعريره والتعب والصداع والالم بالعضلات، تورم الغدد اليمويه، بصير معك طفح جلدي والمفروض يطلع لك اليوم الثالث من اصابتك للمرض بشكل عام، ببلش من وجهك وبينتشر بعدين لجسمك كامل، بصير بمنظره من افزع ما يكون. يعني حرفيا انا ندمت لاني عملت هذا الفيديو. مجموعات معينه اكثر عرضه للاصابه بجدر القرده الاشخاص الذين لديهم اتصال وثيق بافراد المصابين، واولئك الذين يتعاملون مع الحيوانات التي يحتمل ان تحمل الفيروس، وبالاخير الافراد الذين يعانون من ضعف المناعه والاطفال الصغار. فتبعوا حالكم. اذا وصلتوا لهون بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان نكمل واستمر. شكرا لكل واحد عمل سبسكرايب وشكرا لكل واحد سحب علي. بالاخير بتفهم رايك. يوجد جدر القرود في المقام الاول في وسط غرب افريقيا بجمهوريه الكونغو الديمقراطيه في عام 1970، ولكن شهدت حالات متفرقة في مناطق أخرى بما في ذلك أوروبا أمريكا الشمالية، مما يسير مخاوف الصحة العامة على مستوى العالم. أنتم متخيلين كيف فيروس غبي مثل جدر القرود عامل أزمة خوف وقرف بين الناس؟ هلأ خلينا نتعمق بعالم المؤامرات شوي. الآن دعونا نتعمق في ما يشكل نظرية المؤامرة. هذه المعتقدات تشير إلى بعض الأحداث يتم التلاعب بها سر من قبل الجهات الفاعلة القوية، وغالبا دون أدلة موثقة، وغالبا ما تثير أزمات الصحة العامة مثل جدر القرود. هذه الأفكار بسبب الخوف وعدم اليقين. والله أنا ما فهمت شيء عمو جي بي تي شو هاد؟ يدعي البعض أنها إصدار معتمد من مختبر أو جزء من استراتيجية الأسلحة البيولوجية. بيشير الآخرون أن الشركات الأدوية تستخدم الزعر لدفاع عن اللقاحات الغير ضرورية مثل عمو فاكسين لا يمكن أن يكون من صنع الإنسان، لأن الفيروس مثل جدر القرود ينبعث من حيوان المصدر. حسب ما قال عمو جي بي تي إنه فيروس القردة مستحيل أن يكون من صنع البشر لأنه حيوان المصدر، لأنه طلع من فانتوا هل برأيكم انه هذا المرض هل هي مؤامرة او لا؟ وبالمناسبة شافوا الفيديو كله اللي انت عم تحضروه لهلا؟ هذا كله كان من صنع تشات جي بي تي. بعرف ان الموضوع غير متناسق، انا حاولت اخليه متناسق بس ان شاء الله يكون عاجبكم. ان شاء الله بشوفكم الفيديو الجاي. باي. Together until the end.